واشو الحكومه ما مقصره، ووجبه غذائيه ما شاء الله، حتى شاشات بلازمه هم قاموا يوزعون بيها. شو ينطوكم بعد؟ طيارات سيخوي حتى تقتنعون؟ زين احنا بس نريد نعرف شنو اللي دفعهم وخلاهم يسوون هيك خطوه جريئه. يتوجه السويسريون هذا الأحد للتصويت على استفتاء يمنح كل مواطن مبلغ 2500 فرنك سويسري شهريا دون قيد أو شرط، وبغض النظر عما إذا كان الشخص يعمل أم لا. ووفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية، حددت السلطات السويسرية رواتب الشهرية بنحو 900 يورو، أي ما يعادل 1023 دولارا للفرد البالغ. على حظ المثقف والنايم على بابا الدولة اقترحت قطة 900 يورو لكافة المواطنين، مو المعاقين والمتعففين والمسجلين تحت خط الفقر. بعد عمرك تتحمسيت وبدل ما تزيد رواتبهم اجيت قطعت حتى رواتب المكفوفين واللي بيهم عواق رباعي. تظاهر عدد من المكفوفين أمام مقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احتجاجا على قرار الوزارة بقطع الإعانة الاجتماعية عنهم التي تقدر ب50,000 دينار كراتب شهري لكل واحد منهم. زين خلينا نتوجه بسؤال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، هذول اللي قطعت رواتبهم ايش قد راح يبقون بلا راتب؟ اللجنة بدأت تنظر بالاعتراضات وحسمت بعض الطلبات. يا أخي هاي الناس تشتغل بطير، يعني عايشين بداخل المواطن الفقير. يعني لا راتب عندي، لا بيت، لا سكن، يعني عندي 5 جهال، عندي هالأطفال 2 قلت أبيعهم حتى لو على 150 ألف. حبيبي على وضعك هذا تراجع أي حانوت يعطوك راتبك، يعني مو إلا تروح للوزارة 5 جهال ومعاق. أنا رئيس هيئة ذوي الإعاقة، أنا يقدموا لي ناس معوقين يروحون لجنة طبية، هذا الرجال دا يعاني كل لحظة بلحظته، هذا دا يتألم، هو معوق، دا يتألم. هذا الرجال إذا يمر بالنظام مالتي بعد سنة ما يحصل على حقه. لا إله إلا الله. إذا أنا دا أقول لك إياه هذا. يعني معوق وعنده 5 جهال، كان أرملة شو وقت رجعوه بعد 2600 سنة مثلا. بس أنا ما مقهور على المواطن بقد ما مقهور على النواب اللي يمثلونه بالبرلمان، لأن كل هم هاي العالم وهمنا على ظهرهم. لأن أنا إذا ألغوا الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس اللي أنا أتعاطف وياه. ليش هو ايش قد راتب النائب؟ 12,900 خلي يعلم كل العراقيين. يصفان ضريبة وما أعرف إيش تروح من عنده اشتراك ما أعرف إيش، يصفان 10 ملايين ونص. هذه 10 ملايين بالله 15 بالشهر أنا خلصانة، لأنه حقيقة يعني أقول لك إياها. قدمها على منحى قروض. انت تدرين راتبك هذا اللي اريد نقسمه على 150,000 يكفي ل 66 عائله من ذول اللي قطعوا رواتبهم؟ بصراحه اريد ارجع للوزير واسال لانه شلون تعرفون المحتاج من الما محتاج بها مقياس. يعني لأول مرة يتم تعيين باحث اجتماعي من ذوي الاختصاصات. أنا عينت 1250 باحث اجتماعي في موازنة 2015. زين من يقول تقييم هذا الباحث مضمون؟ يجوز يشوف ديزي مال طبخ مثلا بالبيت ويشطب راتب هاي العائله. الباحث الاجتماعي من راتبه ويتحرك ويوصل للمواطن. بعض الباحثين سووا جمعية بيناتهم وشافوا حالات البؤس والفقر. لا مو هيك وبس، من يطلعون العائله فقيره ما يروحون بسيارات، يشدون ذن الاجنحه ويطيروا لهم وياخذون وياهم بجوليا بطرس، حتى من يوصلون لباب الفقير تغني له أحبائي 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 أحبائي. في امان الله.